الموسم التاني مسلسل هاوس اوف ذا دراجون من ساعه ما خلص والناس مقسومين حواليه نصين، نص بيقول ان هو كويس جدا وادى المطلوب منه وهو بيفرش للموسم التالت، ونص بيقول ان هو مخيب للامال جدا وكان المفروض يكون فيه احداث ومعارك اكتر من كده بكتير. فهل هو فعلا كان موسم ممل ووحش ولا كان موسم كويس؟ بس مبدئيا كده يا جماعه الحلقه دي هتبقى بحريه حرق كامله، لو انت ما شفتش الموسم التاني اتفرج على الموسم التاني وبعد كده ارجع للحلقه دي، وما تنساش تعملي سبسكرايب علشان يوصلك كل جديد بقدمه. نبدا مع المميزات بتاعه الموسم. اول حاجه يا جماعه تطور الشخصيات. الموسم اللي فات يا جماعه حرفيا احنا كنا سايبين ايموند وهو طفل، اول ما فيجر قتلت لوسيريس هو ما كانش قاصد ده وكان خايف جدا. الموسم ده ما شاء الله حرفيا بقى تعبان وفيلن كبير، والتحول ده اخد وقته وما حصلش بسرعه واحنا مصدقينه، وحرفيا بقى هو الوحيد اللي بيحارب في الحزب الاخضر اصلا، وقدر ان هو يحرق اخوه وما ندمش على ده، وقدر ان هو يقتل رينيس. وكذلك برضو التطور اللي حصل في شخصيه ايجون بعد ما اتحرق كبير جدا، وحاسس ان شخصيته اتغيرت واتطورت بشكل كبير، من شخص كل مهم عنده ان هو يسهر مع البنات ويسكر وهكذا لشخص بدأ ان هو يفكر بشكل عقلاني شويه. تاني حاجه يا جماعه واحنا مركزناش فيها وما خدناش بالنا منها علشان مركزين في الاحداث، وهي الجرافيكس والسي جي اي. حرفيا يا جماعه الجرافيكس في الموسم ده خطيره وجامده جدا، احنا ده عارفينه من الموسم الاولاني، بس المميز في الموسم ده هو التنانين الجديده اللي ظهر، وكان في تحدي كبير قوي على المسلسل ده ان اشكالهم تظهر بشكل واضح ويبقى السي جي اي فعلا مصدقينه. وانا بصراحه بالنسبه لي السي جي اي كان خطير في المسلسل ده، وظهر من خلال تنانين كتير اهمهم فيرميسل وسي سموك وسيلفر وينج. تالت ميزه بقى بالنسبه لي وهي ان احنا خلاص فهمنا العالم ده بكل جوانبه بكل حاجه فيه. من الاخر المسلسل اتبنى صح وفاهم الناس اللي مش قاريين الروايه كل الجوانب بتاعته، وبرده تطورات الاحداث اللي حصلت في المسلسل كبيره وخطيره جدا. رابع واخر ميزه بالنسبه لي وهي الحرب اللي حصلت في الحلقه الرابعه، بصراحه معموله باتقان كبير جدا، يعني زي مقدمه كده للحروب اللي هتحصل، وان مخرجين العمل ده قدروا يدونا زي عربون كده ان بقيه الحروب هتبقى فعلا على قدر مستوى وكويسه جدا. وبصراحه الجانب ده بالذات انا كنت خايف منه جدا وكنت مرعوب ان الحروب ما تبقاش على قدر المستوى. كان قدامهم تحديات كتير اهمها ازاي هيخلوا التنانين تحارب بعض. يعني في جيم اوف ثرونز احنا كنا بنشوف التنانين بتحرق الجيوش، وده كان اسهل مقارنه بان التنانين تحارب بعض كسي جي اي. اول ما شفت الحرب بصراحه اتفاجئت جدا من المستوى. نخش بقى على العيوب في الموسم ده، يا جماعه العيوب في الموسم ده كتير جدا، اهمهم هو شخصيه ديمون والجانب بتاع الاحداث بتاعه شخصيه ديمون. احنا كنا محتاجينه في الاحداث بشكل اكبر بكتير جدا من اللي احنا شفناه. حرفيا كل اللي قروا الروايه بيقولوا ان شخصيه ديمون اتحجمت بشكل كبير وان اللي حصل فيها ده كان مهزله. هو كان لازم يروح هارين هول عشان يجمع جيش، بس الجانب بتاع الرعب والكلام ده كله بصراحه ما كانش افضل حاجه. بس بصراحه انا متفائل ان الموسم اللي جايه ديمون هيكون ليه دور اكبر في المسلسل، اللي بالمناسبه النهارده رسميا اعلن ان هيكون فيه موسمين بس، وهو الموسم الثالث والموسم الرابع، والموسم الرابع ده هيكون الموسم الاخير من احداث المسلسل. حاجه كمان في العيوب وهي الركود بتاع الاحداث، وان مفيش احداث كتير حصلت، مفيش اكشن كده من الاخر. ده قادر افهمه ان هم بيمهدوا للموسم الثالث، وبالمناسبه يا جماعه الموسم الثالث هيكون فيه كميه حروب مهوله، بس برضه ده ما يمنعش ان احنا نحاول ان احنا نحافظ على المشاهد اللي عندنا ونعمل حبه احداث كده. يعني حرفيا الموسم كله كمستوى الحروب ما كانش فيه ولا حلقه غير الحلقه الرابعه، وده بصراحه شيء قلل من الموسم بالنسبه لي بشكل كبير. واخر عيب بالنسبه لي يا جماعه، وبصراحه العيب ده كبير جدا بالنسبه لي، وهو الاجندات. في الروايه رانيرا كانت ستريت عادي، ليه تخلوها ليزبيان وتحاولوا باي طريقه ان انتوا تحشروا الاجندات بتاعتكم في اي حاجه؟ بغض النظر عن كده فهل ده هيكون في ترتيب للاحداث اللي جايه؟ عشان المفروض ان رانيرا متجوزه ديمون، فهي كده بصوره مباشره بتخونه. ننتقل بقى بعد كده على فقره تقييم الممثلين. مبدئيا كده اكتر حد الاراء لقيتها منقسمه بشكل كبير جدا عليه، وهو شخصيه ايمون. ناس بتقول ان تمثيله بارد بشكل كبير، وناس بتقول ان هو تمثيله اسطوري. انا شايف ان هو ادى المطلوب منه بشكل كبير، اوقات تمثيله كان بيبقى تحفه جدا، واوقات تانية تمثيله بصراحه كان بيبقى على قده وبارد شويه. وتقييمي لتمثيل شخصيه ايمون ده هو 7.5 من 10. اكتر ممثل كان متمكن بالنسبه لي وكان كويس جدا وهو ايجون، مبين جوانب وتفاصيل الشخصيه بشكل كبير وكويس جدا، وتحس ان هو كشخصيه كده بره التمثيل لايق عليه قوي الدور. شفت له لقاءات صحفيه كتير جدا وهو حرفيا شخصيه ايجون بره المسلسل، وتقييمي ليه هو 8 من 10. ديمون بقى الموسم اللي فات حسيت ان المستوى كان اعلى كتير من الموسم ده، معرفش هل ده بسبب كتابه شخصيته في الموسم ده ولا بسبب التمثيل، بس تقييمي ليه هو 7 من 10. من الاخر بصوا يا جماعه تعالوا نفتكر سوا اول موسمين من احداث مسلسل جيم اوف ثرونز. احنا كلنا عشقناه بدايه من الموسم الرابع، لكن اول ما بدا سنه 2011 الموسم الاول والموسم الثاني منه ما كانش كتير مننا بداوا يتابعوه. طب افتكر معايا كده وانت بترشح المسلسل ده لحد، مش قلت له استنى عليه موسمين لحد ما الاحداث تبتدي تكتر فيه؟ كذلك اتقالوا على هاوس اوف ذا دراجون. انا شايف ان هم
هم بيفرشوا للموسم الثالث والرابع منه، وده طبيعي بالمناسبه عشان نقدر نفهم طبيعه الشخصيات ونقدر نفهم طبيعه الاحداث. ما تقارنش جيم اوف ثرونز بهاوس اوف ذا دراجون الا بعد ما المسلسلين يخلصوا، وقتها نقدر ان احنا نقارن ما بينهم. مشكله بالنسبه لي كبيره في الموسم ده وهي التوقعات والامال من قراء الروايه. احنا عايزين حاجات كتير قوي من المسلسل ده او من الموسم ده ما قدرش يديها لنا، وده طبيعي يا جماعه عشان اي روايه بتتحول لعمل درامي لازم تمر على مراحل كتير قوي، ومستحيل ان في عمل درامي يقدر يتغلب على الروايه بتاعته، علشان في الروايه انت المخرج بتاعك هو عقلك، وعقلك مستحيل حد يتفوق عليه. وبرضه يا ريت لو انتم من قراء الروايه ما تشوفوش البوستات بتاعه الفيسبوك كتير، علشان ده هيخلي في امات كبيره قوي عندكم. ولو انتم مش من قراء الروايه برضه ما تقروش البوستات، علشان بمنتهى البساطه هيتحرق عليكم احداث كتير جدا زي ما اتحرق عليا. انا مش من قراء الروايه، انا مجرد مشاهد عادي، وتقييمي للموسم الثاني من مسلسل هاوس اوف ذا دراجون هو 7.5 من 10. سؤال الحلقه: ايه الروايه اللي انتم نفسكم ان هي تتحول لعمل درامي؟ يا ريت تسيبوا ارائكم في الكومنت. وفي الاخر يا ريت لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. اشوفكم على خير في حلقات كتير جدا جايه، وسلام.